في الرقاب وفي الديات، صحيح؟ طبعا. عندك وجهة نظر في الموضوع ذا؟ طبعا جدا. أنا أعتبرها استفزاز. كيف؟ شوف، القصيدة إذا تنازلوا الأخصام بمبلغ وقدره، بقي الآن شحذ الهمم في دفع المبلغ. لا، أنا أشارك، ما عندي مشكلة بمالي وبقصيدي وبوجهي بكلش. لكن قبل التنازل إني أنا واحد يذبح واحد من أهلي أو من أسرتي ويجيني يغني عند راسي يقول أنت نعم، ها يلا اسمحنا عشان قلت لي هذا استفزاز، استهتار يا رجل. الشلات هذه لا مانع من قصيدة من رجل معتبر يواجه بها صاحب الشأن بينهما، قد يؤثر فيه وقد من هو الرجل معتبر مثل ما؟ الشاعر المعتبر اللي معتبر اجتماعيا، ما هو بس شعريا. اجتماعيا يعني في قبيلته نعم. في غير قبيلته قصدك؟ في قبيلته في غير قبيلته، رجل مجتمع، رجل محترم له. إذا وصل الرجل المكان يدرى أنه محترم. بعض الشعراء ما هو محترم وهو شاعر حقيقي، لكنه لما يجي يطلب يسيء القضية كلها. ما تحس أنها تسعى في خير حتى قصايد؟ لا، ما تسعى في خير والله. إني ما أخبر شلة سويت في واحد منقص، أنا دخلت أنا فيها. أنا اللي أدري عنها والله ما فيه. واللي عنده أي مثال، أنا أتكلم عن قحطان 47 قضية أنا حضرتها والله، اللي فيها شلة وانتشرت إعلاميا وتفسيخ ثياب وخريط، والله ما يسلم. كان ما يدري بالقضية إلا خبرة. الحين أنت نشرتها على الوطن العربي، خلاص استفزيت أصحاب الدم يا أخي. يعني أنت تشوف أن القصايد هذه يا أخي القصايد يا أخي ما تقال في الرقاب يا أخي. أنت جاي تطلب الناس يا أخي، تودد لهم يا أخي، جيب لهم من الشيء الرحمة، من القرآن، من السنة، من اللطف، لا مانع من إدخال الشعر فيها بشكل مؤدب. لكن يا أخي شلات يا أخي وقرع طول، والله أحسن من حقات العراس. يعني أنت مشكلتك في الشلات ولا في القصايد؟ في القصايد والشلات. القصايد اللي يقولها أنصاف الشعراء، أنصاف النظامين، ما هم أنصاف الشعراء اللي ما لهم منبر غير هذا المنبر. شوف الشاعر ما هو الشاعر القصاد المتواضع هذا، لاني بدعيه في مناسبتي ولا مناسبة أخوي في زواج أخوي، ولا الحكومة بتدعيه في مهرجان رسمي. عنده فرصة، القضية الإنسانية هذه يجيها من هنا، ما حد يسمع بدون إذن. أوكي، هذا هو. ما عنده فرصة إلا المنبر الإنساني يمتطيه. أنا عارف مو وين أنصاف الشعراء. الآن نبدأ في إعادة الكلام اللي كنت أبغى تشير للرجل هذا. أنا بقول لك شيء، أنصاف القصادين هذول والنظامين ما لهم منبر إلا الإنسانية لأنها مفتوحة. فهمت قصدي؟ المناسبة اللي تخصني أنا وأنت والثاني والثالث بندعي لها الشعراء اللي شعراء، ما بندعي ذولي. والحكومة ما احنا بذكر الحكومة ما بيدعوا المهرجانات إلا شعار حقيقيين. هذا فرصتهم. أفزعوا يا فلان، أفزعوا يا فلان، أفزعوا يا فلان. شعر مكسر واستفزاز. يعني لو يجيني قصيدة من القصائد دول الربع وأنا قديم بتنازل، ما تنازلت خلاص. بعدين يتكلم على الناس يقول أفزع يا فلان، واللي ما يفزع ما في خير. يا أخي الناس ما يا أخي أنت تطلب الناس تدفع في دية في دم.